إذا شاهدنا ما الذي حدث في مدينة حلب يوم أمس. لمزيد من المعلومات ينضم إلينا أحمد عبد الرحمن الناطق باسم المركز الإعلامي في مدينة حلب. أحمد، صباح الحرية. صباح الحرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد، ما هي آخر الأخبار عندكم في مدينة الحلب حتى هذه اللحظة؟ في البداية أخي، عدد شهداء حلب وريفها منذ البارحة حتى هذه اللحظة وصل إلى 37 شهيدا، معظمهم نتيجة القصف بالطيران الحربي والمدفعيات الثقيلة. وتعرضت عدة أحياء مدينة حلب للقصف كحي كرم الجبل وبعيدين والجميلية والصالحين والشعار والكلاسة والإذاعة والفردوس والعرقوب وباب الحديد وباب النصر وصلاح الدين والمرجع وإستان الباشا. وفي حي الفردوس قام الطيران الحربي الأسدي الطائفي بقصف جامع خياطة، مما أدى إلى احتراق المسجد ودمار كبير في المسجد. وفي حي الصاخور وضمن سلسلة القصف الحاقد على المخابز قامت طائرات النظام بقصف على مخبز الحي، مما أدى لجرح أكثر من 20 شخص، ومنهم حالات حرجة ومنهم من قطعت أطرافهم نتيجة هذا القصف. كما تعرض سوق المدينة الأثري للقصف بالقنابل الحارقة، مما أدى لاحتراق معظم محال التجارية والتي يقدر عددها ب 1500 محل، علما بأن هذا السوق هو من أجمل المقاصد السياحية على مستوى حلب، ويحتوي على العديد من محال العطور وجميع أبواب المحلات خشبية. وهذا أدى إلى كثافة النيران، وخاصة مع انتشار قناصة النظام لمنع أي شخص يحاول إخماد هذه النيران. وبالنسبة للاشتباكات بين أبطال الجيش الحر وعصابات الأسد، فقد دارت اشتباكات عنيفة وعلى عدة جبهات في الإذاعة والحمدانية والمحافظة ومدرسة المدفعية وفي أكاديمية الأسد والراموسة وسوق المدينة، في حين والميدان وبستان باشا والجديدة والعرقوب والجندول والعزيزية والعمرية واشتباكات في سوق المدينة. في حين وصلت ألوية المعتصم بالله حصارها على الفرج 46 بريف حلب الغربي لليوم التاسع على التوالي، تزامنا مع العديد من الاشتباكات في المنطقة، حيث أطلقت ألوية المعتصم بالله صواريخ نوع B9 على الفوج، بالإضافة لاشتباكات في خان العسل. كما دارت اشتباكات بالقرب من مطار النيرة العسكري وأنباء عن تدمير عدد من الطائرات، واشتباكات بالقرب من مطار حلب الدولي أيضا، واشتباكات أيضا في ساحة سعد الله الجابري. أما الوضع في الريف فقد تعرضت مدينة الأتارب والأبزم وكفر عمي والتوامة وخان العسل بريف حلب الغربي القصف بالطيران الحربي والمدفعيات الثقيلة. كما قام الطيران المجرم بقصف قرية برقوم بريف حلب الجنوبي، مما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص. وبالريف الشرقي قامت الطائرات الحربية بقصف مدينة الباب ودير حافر ومسكنة وسكيرة. كما قامت أيضا الطائرات الحربية بقصف خزان المياه في قرية القرعة التابعة لمدينة منبج، حيث يغذي هذا الخزان العديد من القرى. فيما تعرضت مدن وقرى الريف الشمالي للقصف كتل رفعت كفر حمراء ورتيان ومعارة الأرتيق وعمدان وحرجان، واستكمالا لمعاقبة المناطق السائرة من قبل النظام الطائفي، وبعد قصف المساجد والأسواق والمخابز وخزانات وأنابيب المياه والمشافي وخاصة المشافي الميدانية. قام النظام الطائفي الحاقد بمنع وزارة الصحة من إرسال لقاحات الأطفال إلى المستوصفات وخاصة المستوصفات الريفية. نعم، أحمد عبد الرحمن الناطق باسم المركز الإعلامي في مدينة حلب كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى مهدي الثورة.